السلام عليكم، نتمنى جميعكم بخير على خير، ما ناقصكم حتى شي خير. نتوما كتشاهدوا معايا هذا فيديو. اليوم انا وجدت معكم واحد لينيم كيجيو غزلان. هنايا كنقطع فلافل الوان، وكنحك هنايا القراع الخضراء، كنحك الجزر، كنحك على هذا الشكل هذا، يكونوا مقطعين اشرطه طويله، محكوكين على شكل طولي كيف ما كتشوفوا تماما. صافي حتى كنسالي القراع ديالي، كندوز نحك الجزر، ها نتوما كيف ما كتشوفوها. صافي، وهنايا قطعت البصل ديالي، عملتو من الزيت، عملتهم فوق النار اللي تكون مهيله يتسوطاو. هنا عندي الزيتون، الثومه، الربيع، الجزر او الجعده، هنايا القراع الخضراء، وطبعا الفلافل بالالوان، نتوما صفراء وحمراء والخضر. بالنسبه للفلافل كتعملوا اللي عندكم متوفر. صافي، وهنايا ضفت الثومه على ديك البصله، عملت لها الزيت، من بعد ما تساطات كيف ما كتشوفوا زديت الفلافل. صافي حتى كيتساطوا حتى هما، كنبقى على نار مهيله. صافي، هنا كنضيف الملح، نضيف الابزار او فلفل اسود. صافي، هنايا غنضيف سكينجبير كيعطيها واحد الطعم خاص. صافي، هنا من بعد ما تشحروا غنضيف الجزر ديالي ونضيف القراع. صافي حتى كيتميلونجا داكشي مع بعضيتو، كنخلط داكشي. بالنسبه للجزر والقراع ما خصنا يبقاو شويه واقفين، ما يطيبوش مزيان. صافي، هنا كنزيد ديك الربيع، كزبر، معدنوس مطقطقين. صافي، وكنخوي داكشي في واحد ليبول، ونفس المقله كنعمل فيها الزيت. وهنايا عندي كفته فيها لقامه كامله، فيها ترميله ديال الكفته. صافي، وهنايا كنضيف المقله. صافي، هنايا ناخذ واحد الفوي باش لان هنايا الكفته كتعمل ديك حبيبات صغار، كتبقى تكور. صافي، وهنا نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحرت الكفته غنضيفها على ديك الفلافل. صافي، وهنايا خديت واحد المقص بالنسبه لشعريه صينيه، عملتها في الماء سخون وصفيت، عملتها تقطر. هنا عملتها في واحد البانيو اللي غنخلط فيه الحشوه، لان عندي كونتيتي كبيره تبارك الله. صافي، هنا غنضيف ديك الحشوه على الشعريه ديالي. صافي، كنخلط كلشي كيتميلونجا داكشي مع بعضو. صراحه عطاتني كونتيتي كبيره، هي عندي كانت واحد لي كوموند كبيره تبارك الله. وهاد لي مجاو غزلان، نتمنى تجربوهم وتطيبوني فيهم. صافي، وهنايا كنبقى نخلط. صافي، والزيتون ما عندكم تنساو الزيتون. وهنايا نسيت ما وريت لكم شي الصوجا، الصوجا عملتها ملي كانت عندي داكشي كيتشحر. صافي، وهنايا كنعمل الجبن محكوك، الجبن احمر ديال البوله طبعا، اي جبن عندكم. صافي، وهنا بالنسبه للفرماج مثلث توا كنضيفوه، هنا عملت 8، ممكن تعملوا كتر كتجي مزيونه. بالنسبه الجبن توا كيجي فيها غزاله، هاد الحشوه جات غزاله. صافي، حتى كنخلطوا كلشي. بالنسبه للصوصوجه انا عملتها، هي ما صورتهاش معكم، نسيتها. ممكن تعملوها، ممكن تستغنوا عليها، كيبقى اختيار ديالكم، ولكن ليني ضروري خصهم صوص الصوجا، كتعطيهم واحد الطعم خاص. صافي، هنا كنبقى نخلط باش ما يبقاش ديك لاباج كيري او الفرماج او الجبن تما، خصنا نخدموه مزيان. الحشوه مازال سخونه شويه، كي يتعلق كتجي هاد الحشوه معلقه. صافي، وهنايا ندوز نمونطي لينيم ديالي. هنايا بالنسبه للورقه قطعت على هاد الشكل هذا. صافي، وهنا كنعمل الحشوه ديالي، كنطوي الورقه من الجنابات.
بالنسبه لينيم ضروري خصهم يجيو كبيبرين شويش، وكيبقى الاختيار ديالكم. انا عملتهم على هذا الحجم هذا، عملتهم معوطين ما كبارين ما صغارين، لان لينيم خصهم يجيو كبيبرين شويه. صافي ها كيفاش كنطوي الورقه متجنبات ما كتخرجناش الحشوه، كندهن بالزيت. صافي صراحه جاو غزلان. نتوما كيف ما كتشوفوا كنسالي الكميه اللي عندي بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. هادو هما اللينيم ديالي استفتهم هنا في اللاط اللي غندخلهم الفران. هنا ندهنهم بالصفر ديال البيض. صافي وهنايا ندوز ندهنهم بواحد بانسو كيف ما كتشوفوا. صافي حتى كندهنهم كاملين. صافي هنا من بعد ما كندهنهم كنعمل لهم صانوج على وجههم. صافي هنا كنبقى ندردر ديك الصانوج حتى كنسالي اللاطه ديالي اللي عندي. صافي وكندخل اللاطه ديالي نفران. بالنسبه للفران كنشعلو من فوق ومن تحت. صافي حتى كيتحمروا مزيان، كنحصلوا على واحد اللون يكونوا مذهبين. صراحه كيجيو مزيونين، كيجيو مقرمشين. صافي هنا ساليتهم. صافي هنا ندخلهم الفران نطيبو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما طابوا كيف ما كتشوفوا جاو رائعين، جاو مقرمشين، وجاو متشوفوش كبيبين، جاو منهم. مزيونين حشوجات غزاله، نتمنى تجربوهم طيبوني فيهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال اللينيم ديالي. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايك وبارطاج اذا عجبكم الفيديو. نتمنى تجربوهم وطيبوني فيهم. كيف ما كتشوفوا جاو غزلان. لا عجبكم الفيديو طبعا نتمنى كيف ما كتشوفوا جاو مزيونين بزاف. طيبوني فيهم. بسلام عليكم. فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي. مع صحه السلامه. وراحه.